السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة. جايبه لكم النهارده وصفة جميلة وسهلة وغير مكلفة. اهم حاجة ان هي غير مكلفة. معانا النهارده وصفة حلوة قوي وسهلة وتقدري تعمليها في البيت. معانا النهارده البسكوت. هتعمليه في البيت بأقل مكونات وفي أقل وقت، يعني حاجة كده تعمليها سريعة تنفعك على الفطار مع كوباية شاي بلبن. ولو أول مرة بتشوفوا قناتي تابع الفيديو للنهاية، ولو عجبك اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. أهم حاجة في وصفتنا النهاردة التزمي بنفس المقادير اللي أنا هقولها لك، وهتلاقيني كاتباها لك في صندوق الوصف. وأي ملحوظة أنا ما قلتهاش في الفيديو هتلاقيني كاتباها لك في صندوق الوصف. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. وكل المقادير هنستخدمها في الخلاط، يعني لا هنحتاج عجان ولا هنحتاج اي حاجة تانية. هنجيب بيضتين ونحطهم في الخلاط زي ما احنا شايفين، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا. وطبعا تقدري تستخدمي الفانيليا السائلة او البودر زي ما انت عايزة او زي ما متوفر عندك. وبعد كده هننزل عليه بحوالي كوب الا ربع من السكر. وبعد كده هنبدأ نضرب المكونات كلها في الخلاط كويس قوي، البيض والسكر والفانيليا لحد ما نلاقي السكر داب. وهننزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنبدأ نضيف حوالي كوباية إلا ربع زيت على زبدة. وطبعا لو ما عندكيش زبدة تقدري تستخدمي الزيت بس. وهناخد كل المكونات ديت وهنضربها مرة تانية في الخلاط. وبعد كده هنجيب بولة ونبدأ نصفي الخليط اللي معانا بالمصفى زي ما احنا شايفين، علشان لو في لسه اي حبيبات من السكر ما دابتش معانا نقدر نتفاداه. ولحد كده عرفنا المكونات السائلة اللي معانا النهاردة في البسكوت. وطبعا هنستخدم النهاردة حوالي كوبايتين وربع من الدقيق، بس اللي معانا دول حوالي كوبايتين بس. انا شلت الربع ده على جنب عشان لو محتاجتوش، لان احنا طبعا عارفين الدقيق بيختلف من نوع للتاني. وهبدأ اضيف رشة ملح صغيرة وحوالي 60 جرام من النشا. النشا بتخلي البسكوتة هشة ومقرمشة من بره، وهتلاقيها طعمها حلو أوي، تحس ان البسكوتة خفيفة. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض وبس. وهنبدأ ناخد الدقيق وننزله على الخليط اللي احنا عملناه في الأول. هننزل حوالي الكوبايتين الدقيق كلهم. احنا هنحتاج دقيق، بس احنا اتفقنا ان ممكن الدقيق يختلف من نوع للتاني، ممكن الكوبايتين دول يدوني النتيجة اللي انا عايزاها، وبالتالي هستغنى عن الربع كوباية اللي احنا قلنا عليها. ونبدأ نقلب كل المكونات مع بعض. البسكوت مش بيتعجن، يعني هنقلب كل المكونات مع بعض لحد ما نلاقي الدقيق شرب كل الخلطة اللي معاه. وهنا بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض لقيت ان انا محتاجة دقيق تاني، لان العجينة كانت لسه بتلزق. وبعد ما ضفت الدقيق حبة بحبة لقيت بالظبط ان انا الكمية اللي انا استخدمتها حوالي كوبايتين وربع ومعلقتين كبار، علشان توصلنا للنتيجة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اهم حاجة بعد ما اخلط كل المكونات لازم العجينة تدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده، قوام مناسب وفي نفس الوقت ما بيلزقش في ايدينا. وبعد ما خلصت كل المكونات اللي معايا بدأت اقطع العجينة كور صغيرة كلها تقريبا بنفس المقاس. وطبعا انا كان عندي المكبس ده فقلت هديها شكل كده جمالي. لو مش عندك المكبس ده عادي جدا تقدر تستخدمي اي مكبس عندك، او تقدري تعملي اشكال من الشوكة، ابسط شكل ممكن تعمليه. ولو عندك المكبس ده في البيت ومش عارفة تستخدميه خليكي معايا لاخر الفيديو، هتلاقي معايا في اخر الفيديو طريقة استخدام المكبس.
وزي ما اتفقنا لو مش عندك المكبس ده ما تغلبش نفسك، تقدري تستخدمي اي شكل جمالي عندك حتى لو كان بشوك. وخلصت اول صينية معي وكان عندي شكل تاني بدأت استخدمه. ملحوظة بسيطة وانت بتستخدمي المكبس لازم تعفريه بالدقيق، وهوريكي احنا بنعمله ازاي علشان العجينة ما تلزقش معانا. يعني بعد انا ما استخدمته في تشكيل وحدتين تلاتة وبدأت الاقيه ان هو بدأ يلزق في العجينة، لازم اجيب شوية دقيق وابدأ اعفره بالشكل اللي احنا شفناه ده وانفضه كويس قوي وارجع تاني استخدمه، هيدينا شكل حلو قوي وبدون ما العجينة تلزق في المكبس. ولو لسه معايا لحد دلوقتي خليكي معايا علشان اقولك الطريقة الصحيحة لتسوية البسكوت في الفرن. طيب هنقدر نسويه ازاي في الفرن؟ الفرن لازم اكون مشغلاه قبل ما اشكل او قبل ما احط البسكوت بفترة، لازم الفرن يبقى سخن. وهحط البسكوت على الشبكة في الرف الاوسط، وهياخد حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة. وعشان تضمني ان البسكوتة تطلع معاكي بالطريقة دي ونفس اللون اللي احنا شايفينه دوت، هتعملي ايه؟ لو انت حاسة ان الفرن هيبدأ يسوي البسكوتة من اسفلها قبل الوش، قبل ما الوش ما يتحمر، تبدأي تجيبي صينية تانية وترفعي عليها صينية البسكوت. يعني هتعملي عازل حتى ما بين الشبكة وصينية البسكوت لحد الوش البسكوت ما يبدأ ياخد اللون اللي احنا شايفينه ده. ودي تركة مهمة جدا في تسوية البسكوت علشان نحصل على بسكوتة كلها متحمرة وطعمها حلو وشكلها حلو، تقدري تقدميها في مناسبة او في العيد. وكل سنة وانتوا طيبين. ولو لسه معايا لنهاية الفيديو لحد اللحظة ديت، ان شاء الله هتقومي تعملي البسكوت دوت والنتيجة هتعجبك جدا. واعملي بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. وما تنسيش تعملي منشن لأصدقائك وقرايبك وأصحابك اللي انت بتحبيهم علشان يعملوا بسكوت حلو ويدعولك عليه. واستنيني في وصفات حلوة جاية كتير، وإن شاء الله وصفات تعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.